حصل يا بنت خير؟ اللي حصل يا بابا انا عايزه اتطلق منه. يا حبيبتي ايه اللي حصل عايزه تطلقي مني؟ ده انا برضيك وبعمل لك كل اللي انت عايزاه، براضيك. ما هوش دعوه بالموضوع ده، انا عايزه اتطلق منك، انا عايزه اتطلق منك. يا بنت ربنا يهديك انت وجوزك، ربنا ما يجيبش طلاق يا حبيبتي ولا خراب. ما تتكلم يا عم الحاج انت وهو، بدل ما انتوا واقفين كده كلموا اختكم قولوا لها اي حاجه كده، بدل ما هي عايزه تخرب بيتها. واحده عايزه تتطلق، ايه اللي حشرنا احنا؟ الموضوع يا عم مش في واحدة عايزة تتطلق ومش عايزة تعيش معاك، طلقها يا عم. انت شايف كده يعني؟ بدل ما تبقى محضر خير وتقول لاختك ربنا يهديكي وتعيشي مع جوزك وما تخربيش بيتك. ايوه يا ابني خليك محضر خير انت واخوك، وكلموا اختكم ربنا يهديها، ولا استهدي بالله بلاش طلاق وخراب يا بنتي. واحنا مالنا يا بابا؟ احنا قلنا لها اتطلقي. ايوه يا بابا احنا مالنا، موضوع ملناش فيه، تدخلوا بموضوع ملناش فيه. هي قالت عايزة تتطلق، احنا قلنا لها اتطلقي. شفت اخواتك يا ست هانم طالبلك الخراب اهو مش العمار، ان انت تعمري بيتك وتعيشي زي ما خلق ربنا. ايوه صحيح يا جوزي يا حبيبي، شفت اخواتي بيفكروا لي في ايه وانا بفكر لهم في ايه. انا بفكر لهم يعيشوا كويسين ومرتاحين، وهم بيفكروا لي انا مرتاحش. عشان تعرفي مالكيش غير جوزك وباباك اللي بيكلمك في الخير. ايوه يا بنت ربنا يهدي سرك كده وعيش حياتك مع جوزك. ايوه يا بابا يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا بابا يا حبيبي. واحنا يا اخت احنا مش حبايبك برضو؟ احنا اخواتك برضو يا حبيبتي، مش اخواتك حبايبك بيحبوكوا برضو؟ لا انتوا اخواتي مش حبايبي وما بتحبونيش. حقك علينا يا اختي يا حبيبتي. ايوه يا اختي حبيبتي حقك علينا، احنا غلطانين، غلطنا في حقك يا روح. لا انا مخصمكم ومش عايزه اكلمكم تاني. لا يا مراتي يا حبيبتي ما تخصميش اخواتك، ان الله غفور رحيم، سامحيهم واغفري لهم يا حبيبتي. عشان خاطر جوزي حبيبي انا مسامحاكم.